ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. صلوا على حبيبنا النبي ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده بيقول ايه. جايبين الحله بتاعتنا حطيناها على النار. معانا طريقه عمل الفراخ البلدي الشمورت على اصولها، بطريقه ست وستك وام وامك، بالطريقه البلدي من غير افتكاسات ومن غير اي زياده خالص. في الفيديو هنجيب فرختين، هنغسلهم كويس قوي قوي قوي، وهنحط في قلبهم فلفل اسود، وهنحط عليهم، هنشوحهم، هندوهم صدمة على الناشف، والحلة تكون سخنة، ونقلبهم يمين وشمال وعلى بطنهم وعلى ظهرهم كويس قوي. وبعدين ننشلهم من الحلة. اول ما يسردوا ميتهم او ينزلوا مية السوائل اللي بتبقى فيهم مطرح الغسيل والدم والحاجات دي كلها، هننشلهم من الحلة ونغسلها كويس قوي، ونرجع تاني بالحلة على النار، نحط فيها معلقة زبدة ويجي معلقتين 3 زيت. مش عايزين نكتر دهون عشان خاطر ما تعومش على وش الشوربة وتحرق قلب اللي بياكل بقى بعد كده. فقللي الدهون على قد ما تقدري. معلقة زبدة احنا بنحط عليها شوية الزيت عشان خاطر ما تتحرقش في الحلة مش اكتر. ومعانا التوم بتاعنا فرمينه ومجهزينه عشان خاطر نشوحه في الزبدة بعد ما تتقدح. يعني ما تدحيش الزبدة بالذات الصفرا او البلدي عشان خاطر ما تتحرقش منك، دي حاجة مهمة خدي بالك منها. دول طماطمتين 3 صغيرين، همسكهم اصفيهم بايدي في قلب بعض، يعني مش هطلع منهم تفل طماطم، انا ههرسهم في بعض. انا قصدي اعملهم كده من غير خلاط، لانها بتدي طعم حلو للشوربة ولون حلو كمان، يعني بتبقى لا حمرا ولا باهتة، بتبقى مظبوطة في توازن كده في اللون. وهشوح التوم بتاعنا، وهحط له شوية فلفل اسود، شويات يعني مش هنحط معلقة وربع معلقة، يعني بصوابعك كده. وهنحط التوم بتاعنا. دي طريقة ستك وامك والناس اللي اتربت على الفراخ البلد الأصيلة. وهشوح الطماطم معاهم، وهحط على الطماطم فلفل اسود، وهحط عليه شوية كزبرة ناشفين، يعني ربع معلقة بكتيره، يعني عشان خاطر ما تمررش وتبقى ايه الحاجة لما بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. وشوية فلفل اسود، وهقلبهم. وبعدين احط الفراخ في التشويحة بتاعتها، تتشوح بقى وتلف في قلب الطماطم، وهقلبها يمين وهقلبها شمال في التسبيكة بتاعتها او التشويحة بتاعتها عشان خاطر تشرب منها كويس. اهو زي ما انتوا شايفين، احط واحدة يمين وواحدة شمال، وهمسكهم بقى اقلبهم زي ما قلتلك كده في الاول وفي الاخر، هقلبها كويس يمين وشمال، وهقلبها عشان كله يبقى واخد من التشويحة بتاعتها وتشرب منها كويس اوي. انا هسيبها في الوضع ده شوية، يجي 5 دقايق 10 دقايق، عشان خاطر ما تلزقش منك في الحلة او تطلع منها ريحة شياط، لان هي جابت الماء اللي فيها. تمام. تمام. بعد ما اتشوحت معايا في التشويحة بتاعتها وريحتها الجميلة طلعت كده، هزودها بقى ميتها بتحت السوا. يعني ميتها اللي هنزودها دي مش هنزود بعدها تاني بقى، هي هتستوي فيها على كده، دي شربتها. والفراخ الشامورت اصلا اللي هي الفراخ البلدي الصغيرة ما بتغيبش في السوا. وهحط لها الملح بتاعها، ده عكس الفراخ التانية اللي هي بتبقى العجال البناتي والحاجات دي. لحمة الجزار ما بتحطيش الملح بتاعها غير في الاواخر. وقشرت معايا 3 بصلات وغسلتهم كويس، وهحطهم على الشوربة، بتدي لها طعم رهيب رهيب رهيب. هغطي عليها بقى واسيبها تاخد سواها على نار كويسة، ما تكونش عالية قوي عشان خاطر ايه تبقى ايه معاكي متظبطة كده، يعني لا عالية ولا واطية. واحط 3 معالق لورا. هي قعدت معايا كده اقل من ساعة، ما خدتش ساعة واستوت. وبعدين بجسها كده. وفي طريقة تانية للسوا برضه عشان تعرفي بالذات الطيور استوت معاكي ازاي او ما استوتش. من الرقبة يا بنات، لما تكسري الرقبة تتكسر معاكي بسهولة. في بط، في وز، في فراخ، تكسري الرقبة، الرقبة اتكسرت معاكي كده كله تمام. وزي ما انتوا شايفين ده كان المنظر النهائي، مشهي جدا وكانت ريحته تحفة. لو كان الفيديو عجبكم لحد هنا من الفيديو، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.
يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم ونال رضاكم. ودي طريقه الفراخ البلدي الاصيله يعني. وده الرز المعمر الفلاحي برضو، عشان يبقى ايه كله فلاحي في قلب بعضه. وده البصل بعد ما حمرته وخرجته من السمنه. بحبكم في الله. باي.